انتهت رحلة المنتخب المغربي في مونديال 2026 بعد الخسارة أمام فرنسا، لكن هل تعكس النتيجة ما حدث فوق أرضية الملعب؟ هل كان الفارق في الجودة الفردية أم أن هناك تفاصيل تكتيكية حسمت المباراة؟ الجدل التحكيمي أيضا، هل أثر بالفعل على نتيجة المباراة؟ في هذا الفيديو سنحلل اللقاء بهدوء وموضوعية بعيدا عن العاطفة، لنفهم كيف نجحت فرنسا في العبور وأين واجه المغرب صعوبات حقيقية. فلننطلق. دخل المنتخب المغربي المباراة بثقة، محاولا فرض أسلوبه بالاستحواذ والتمرير القصير. هذه في البداية. في المقابل لم تضغط فرنسا بشكل عشوائي، بل انتظرت اللحظة المناسبة لاسترجاع الكرة والانطلاق بسرعة نحو مرمى ياسين بونو. خلال أول ساعة بكامل الموضوعية والحقيقة لم تمنح فرنسا المغرب مساحات كثيرة بين الخطوط، وأجبرت لاعبيه على اللعب في مناطق أقل خطورة، تركتهم في مناطقهم وأغلقت جميع الخطوط. بالفعل اتضح جليا الفرق بين جودة اللاعبين. هنا بدا واضحا أن هذا هو اليوم السيء في اليوم الغير المناسب للاعبين المغاربة. يوم سيء للاعبين مع منتخب على أعلى قمة المنتخبات، منتخب قريب من الكمال الكروي رغم محاولات يائسة، وكأننا نشاهد ملاكم يحاول اللكم بكامل قواه ومنافسه لا يتأثر باللكم. وأحيانا حتى الجمهور ممكن أن يتعاطف معه ويعلم مسبقا أن هذا الملاكم بحاجة لتدريب أكثر لكي يصل لمرحلة المنافس. صحيح أن المغرب يقود ثورة كروية وينتمي لقارة كان حلم منتخباتها هو لقطة في المونديال أو محاولة، لكن الحلم المغربي عرف سقفا عالي، بداية من دور الثاني إلى رابع العالم، وهنا في هذه النسخة ربع النهاية. أهم لحظة في المباراة لم تكن الهدف الأول رغم جدله التحكيمي، بل الطريقة التي بدأت بها الهجمة. فرنسا استغلت انتقال سريع من الدفاع إلى الهجوم، ومع جودة كيليان مبابي في المواجهات الفردية تغيرت المباراة. بعد إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول عاد مبابي وسجل هدفا في الدقيقة 60، ثم شارك بعد ذلك في بناء الهجمة التي انتهت بهدف عثمان ديمبيلي. وهنا ظهر الفارق الحقيقي. عندما تحصل فرنسا على المساحات فهي لا تحتاج إلى فرص كثيرة حتى تعاقب منافسيها. رغم فترات الاستحواذ واجه المغرب 3 مشاكل رئيسية. أولا، صعوبة الوصول إلى منطقة الجزاء. ثانيا، غياب اللمسة الأخيرة أمام مرمى فرنسا. وثالثا، التنظيم الدفاعي الفرنسي الذي أغلق العمق وأجبر المغرب على اللعب على الأطراف، حيث كانت الكرات العرضية تجد مدافعين مستعدين للتعامل معها. في الحقيقة الأرقام تعكس ذلك، إذ اكتفى المغرب بمحاولات نادرة طيلة اللقاء، بينما صنعت فرنسا فرصا أكثر خطورة.
بالفعل هناك غيابات وازنة للمغرب أثناء هذا اللقاء، أثرت كذلك غياب سيباري وكذلك شادي رياض. وهنا يتضح الفرق بين المنتخبين. اتضح جليا أن فرنسا ممكن في هذه الدورة أن تلعب بفريقين بشكل جد جد عادي، وتمر لأدوار بفريقين، وممكن يلتقيان في النهاية بشكل عادي. إضافة أن بعض نجوم المغرب يطرح عليهم عدة علامات استفهام، مثل حكيمي. هل النجم النجم المغربي يتخذ فترته مع المغرب فترة راحة ليعود لناديه مرتاحا؟ هذا مجرد تساؤل، لأن عطاءه بالفعل مع المغرب يطرح أكثر من علامة استفهام، عكس عطائه مع فريقه. ولقد لاحظنا الفرق بين بينه وبين اللاعبين نفس الفريق لكن في الطرف الآخر. هذا مجرد تساؤل. نحن ننتظر نجما فاز بعصبة الأبطال الأوروبية مع فريقه وكان مساهما معه، ولم يعطي المغرب كما أعطى لفرنسا. لا أقول لفرنسا بل للفريق الفرنسي للأسف. دياز، هل ممكن اعتباره لاعب لنادي وليس لمنتخب؟ ولعبه المتساهل والمتكرر مع الخصوم يطرح أكثر من علامات استفهام. يعني في مناطق حساسة يتساهل مع الكرة ولا يلعب بشراسة. هل هو لاعب احتياط والرسمية كبيرة عليه؟ هذا مجرد تساؤل، وأنا قاسي على هذين اللاعبين كونهم جاءوا للمغرب كنجوم، وبالفعل هم نجوم. قيمتهم كلاعبين أنا لا يمكن أن أطعن فيها، لكن أنت نجم، يجب أن تأتي لمنتخبك وأن تعطي الإضافة اللازمة. أنت لست لاعبا عاديا، لهذا الحكم عليك سيكون قاسي. وأنا بالفعل لا أريد أن أكون قاسي على منتخب أحرج البرازيل، كان ممكن أن يفوز عليها، وفاز على اسكتلندا، وفاز كذلك على هولندا. بالتأكيد المغرب يستحق الاحترام، هذا أكيد. هو ضمن 8 منتخبات في العالم، له مكتسبات وله كذلك سد عالي. كان نقطة الضوء في هذا اللقاء هو ياسين بونو، وكذلك لا ننسى اللاعب أوناحي. وهذان اللاعبان سأتطرق لسيرتهم معا في هذه القناة، سنتطرق لسيرتهم معا وانطلاقهم من المغرب للعالمية. فقط لا تنسوا الاشتراك لكي يصلكم الجديد. في الحقيقة المباراة شهدت بعض اللقطات التي أثارت نقاشا بين الجماهير، سواء فيما يتعلق بالمطالبة بركلة جزاء إثر احتكاك بين اللاعب المغربي والمدافع الفرنسي، أو بلقطة سبقت الهدف الأول. لكن من المهم التمييز بين اللقطات المثيرة للجدل والقرارات المؤكد خطأها. في مثل هذه الحالات تختلف التفسيرات بين المحللين، ويبقى احترام اختلاف الآراء جزءا أساسيا من أي تحليل موضوعي. لكي تكون كبيرا بين الكبار يجب أن تحلل بموضوعية. منذ صافرة النهاية انقسمت الجماهير حول عدة قرارات تحكيمية، من بينها ركلة الجزاء التي طالب بها المنتخب المغربي، واللقطة التي سبقت الهدف الأول لفرنسا، والتي رأى البعض أنها تتضمن لمسة يد تستحق المراجعة. يعني لمسة يد للاعب خط الوسط الفرنسي قبل
انطلاق العملية وتسجيل الهدف الأول. في هذه اللقطة احتك المدافع الفرنسي بالمهاجم. أنا أتحدث الآن عن لقطة ضربة الجزاء، يعني في تلك الاحتكاك بين المهاجم المغربي داخل منطقة الجزاء، وهو ما دفع لاعبي المغرب للمطالبة بركلة جزاء. الحكم أمر باستمرار اللعب، كما لم يطلب حكام الفار مراجعة اللقطة. لا، هنا لم يتم التدخل، وإن ظل القرار محل نقاش بين الجماهير والمحللين، فعدم استدعاء الفار لطريقة منطقية يجعلنا نقول أن اللقطة لا تثير الجدل لديهم، واعتبروها لقطة عادية. أما اللقطة الثانية فهي الهجمة التي سبقت الهدف الأول لفرنسا. يعني عددا من الإعادات أثار التساؤل حول احتمال وجود لمسة يد في بداية الهجمة، وبالفعل اتضح أن هناك لمسة يد. المدرب المغربي محمد وهبي قال بعد المباراة إنه رأى أن هناك لمسة يد، وكان يتوقع مراجعتها عبر تقنية الفيديو، لكن أكد في الوقت نفسه أن فرنسا استحقت بشكل عام يعني الفوز. إن الكرة لمست يد بشكل غير مخالف، سواء بشكل مخالف للقانون أو غير مخالف، أو أن اللمسة لم تكن مؤثرة وفق تفسيرهم، فأنا أرى أن هذا هو مفتاح اللقاء. كان ممكن أن يصمد ياسين بونو، كان ممكن أن نذهب لأشواط إضافية، كان ممكن أن يتغير نسق المنتخب المغربي لو ألغي الهدف. بكل صراحة وكرأي شخصي أرى بأنه من بين المفاتيح، رغم قوة فرنسا، رغم قوة فرنسا، فكانت هذه هي مفتاح اللقاء، وهي التي جعلت فرنسا، أقول من بين الأسباب التي جعلت فرنسا تفوز. فلو أعيدت اللقطة على تقنية الفار وتم إلغاء الهدف، ربما كانت المغرب ستستعيد مستواها، ربما كانت المغرب ستذهب لركلات الجزاء، أقول ربما. لكن بصراحة وبصريح العبارة أقولها، هناك أكثر من علامات استفهام على تقنية الفار في هذه الدورة. لمسة اليد كانت مصدر الهدف وانطلاق الهجمة، فبالتالي كان وجب مراجعتها، وكان يجب إلغاء الهدف حسب رأيي المتواضع. يعني هذا من جهة أخرى، وفي العموم يعني الجدل التحكيمي في أي دورة في أي لقاء سيبقى هناك جدل تحكيمي، وحتى لو بقي الجدل قائما حول بعض القرارات، فإن تحليل هذه المباراة يجب أن ينظر إلى الصورة الكاملة التي رأيناها. فرنسا كانت أكثر فاعلية، وهذا هو الواقع، واستغلت فرصها بشكل أفضل، بينما لم ينجح المغرب في صناعة العدد الكافي من الفرص الخطيرة. التحكيم قد يكون له أثار، هذا محل نقاش، لكن كرة القدم تحسم في النهاية أيضا بجودة الأداء داخل المستطيل الأخضر. فرنسا لا تحتاج إلى تحكيم أو تحيز تحكيمي، وحتى المغرب لا يحتاجه، لأن المغرب أصبح من الكبار الآن. صحيح أن المغرب لم يكن في يومه، وكما قلت واشترطت قبل ذلك أن هذا هو مفتاح اللقاء، هو الهدف الأول، وسأبقى على رأيي، لأن الهدف الأول فتح الباب أمام فرنسا لإضافة هدف ثاني. وأقولها وأعيدها، ما دام هناك فار يجب على دائما الحكم أن يرجع إليه،
لأن زاوية الرؤية في هذه اللقطة لم تكن واضحة للحكم الرئيسي، وحتى لو لم تعطى لمسة يد كان وجب عليه على الأقل التوضيح والتحليل داخل اللقاء. عندما كمثال عندما يذهب الحكم لتحليل لقطة ضربة جزاء مثلا، يقوم بالتفسير ويقول اللاعب رقم كذا وكذا ارتكب خطأ كذا وكذا، يعني يقوم بالتفسير والتحليل. لماذا في مثل هذه اللقطات لا يقوم بذلك؟ لكي نعرف أن هناك قانون واضح على الكل. يعني الجدل التحكيمي في هذه الدورة سيستمر، ودائما للأسف تكون هناك نقاط سوداء في مثل هذه البطولات. أقولها وأعيدها: المغرب لم تلعب بمستواها المعتاد وتستحق منا كل احترام، لكن وجب إعادة النظر في بعض القرارات التحكيمية في هذه الدورة. جميع اللقاءات والمقابلات يظهر لدينا نجوم، ومما لا شك فيه فمن بين النجوم التي برزت في هذا اللقاء كيليان مبابي. رغم إهداره ركلة جزاء عاد ويعني سجل الهدف الأول لفرنسا، فهذا يعد ردة فعل لنجم بكل صراحة، وهؤلاء هم النجوم. يعني النجم يجب أن يظهر عند اللقاءات الكبيرة، هذا هو ما يصطلح عليه نجم. لا ننسى كذلك بصراحة الدفاع الفرنسي قدم مباراة قوية ونجح في حد من خطورة الهجوم المغربي في بدايته طوال 90 دقيقة. فلم نشاهد خطورة للمغرب، وهذا راجع للقوة التي ظهر بها المنتخب أو الدفاع الفرنسي. أما من الجانب المغربي بكل صراحة فالنجم الأوحد في هذا اللقاء هي صعب أن تعطى لفريق خاسر، فأنا أقول نجم المقابلة من وجهة نظري هو ياسين بونو. يقدم مستويات جيدة، مستويات بطولية، كثرة فرص لفرنسا قام بالتصدي لها. ككل دورة وجب على كل منتخب أن يستخلص الدروس، وهذه الخسارة لا تقلل أبدا من قيمة المشوار الذي قدمه المنتخب المغربي، لكنها أظهرت أن مواجهة المنتخبات الكبرى، أقول من الصفوة المنتخبات الخمس الأولى، تحتاج إلى استغلال أنصاف الفرص وإيجاد حلول هجومية متنوعة، إضافة إلى احتياط قوي، احتياط يكون في مستوى الرسميين لكي يخلق أي منتخب المنافسة على المراكز. كما أن التحول الدفاعي بعد فقدان الكرة سيكون من أهم النقاط التي وجب تطويرها في المستقبل. بصراحة متوقع فرنسا هي المرشح الأول للقب، هذا يعني شيء عادي جدا. منتخبات كبيرة لم تشارك حتى في هذه الدورة، منتخبات كبيرة خرجت قبل المغرب. لا ننسى أن المغرب ضمن الثمانية الكبار في هذه النسخة، ولسوء حظه كان مساره مليئا بالمطبات. درس قاسي بالفعل، درس صعب، والجميل فيه سوف يجعل من المغاربة ينتقلون بالفعل لمرحلة يعني اقتراب من الكبار إلى مقارعة الكبار والمنافسة معهم، وأعني بذلك المرحلة العمل المركز لخلق لاعبين سوبر للمنافسة على مراكز الثلاث
في المستقبل القريب. أقول المراكز الثلاث عالميا، لأنها ليست سهلة. أن تكون ضمن الثماني الكبار ليست سهلة أبدا. في النهاية في النهاية استحقت فرنسا التأهل بكل موضوعية. كانت أكثر فاعلية أمام المرمى، بينما لم ينجح المغرب في ترجمة استحواذه كان استحواذا عقيما. وبالفعل أقولها وأعيدها، المغرب يستحق منا كل احترام. وفي النهاية جاء دوركم. هل تتفقون مع هذا التحليل؟ وما هي اللحظة التي تعتقدون أنها غيرت مجرى المباراة؟ يعني هذه القناة في القادم ستكون مليئة بالقصص والتحليلات الكروية. اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. وكما تعلمون دائما، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي قصة. سلام.